السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله أنا هشارك معاكم أساسيات لشوية كده أفكار ممكن إن احنا ننفذها أول الشهر لو أخدتي منهم فكرة أو اتنين. الأفكار اللي تناسبك وتناسب ميزانيتك هيفرق جدا جدا معاكي في الميزانية بتاعة الشهر. أتمنى إن شاء الله إن الفيديو يكون مفيد ليكم. بس حابة الأول أقول لكل الأمارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انتي اول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو اتمنى منك انك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. اول فكرة عايزة اقول لكم عليها وهي العجوة دي اللي احنا بنجيبها من السوق. ممكن تجيبي كيلو، ممكن تجيبي نص، على حسب ميزانيتك. تبداي كده ان انتي تفصصيه من النوى بتاعه، وبعدين تبداي ان انت تضربيه في الكبه. انت لو جهزتي العجوه معاكي من اول الشهر هتنفعك جدا جدا في اخر الشهر. ازاي؟ يعني انا لو عايزه في اخر الشهر مثلا هعمل مثلا شويه معجنات، شويه قرص كده تنفع للفطار او العشاء. هعمل شويه قراقيش بالعجوه، هعمل ان شاء الله حتى بسكوت بالعجوه. فلما بلاقي العجوه عندي جاهزه في الفريزر مش هتكسل ابدا ان انا هعمل المعجنات اللي انا عايزه اعملها. كمان لما تيجي تعمليها في الكبه لازم تدهني الكبه بالزيت كده علشان ما تلزقش منك وتتعبك جدا في غسيل الكبه لما تيجي تغسليها. فبتدهنيها دهنه كده بالزيت، وبعدين تبداي ان انت تضيفي فيها العجوه وتضربيها في الكبه كويس جدا. هتضربها لك وهتنعمها خالص معاكي، وهتحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر. وطبعا غير ان هي طبعا مغذيه وقيمتها الغذائيه عاليه، فهي كمان هتنفعك جدا في الفطار وفي العشاء. فانا بعتبرها من الافكار الاساسيه بتاعه الفريزر اللي بتنفع جدا. صدقوني لو جربتوا الفكره دي هتعجبكم جدا. دي اول فكره معايا. تاني فكرة معايا بقى من الحاجات الأساسية اللي هي لازم تكون موجودة عندك في الفريزر بتاعك بتاع تلاجتك، وهي العيش البلدي، العيش الشامي، أي نوع من أنواع العيش. طبعا العيش ده مفيش غنى عنه. طول ما هو موجود عندي، هو يكون موجود عندك أو أنت بتحبيه أو أسرتك بتحبه. العيش من الحاجات الضرورية جدا اللي هي بتحسي إن هي بتملى البيت فعلا خير. انا بجيب العيش من الفرن زي ما حضراتكم شايفين، بطبقه بالشكل ده كده، كل رغيف على نصين كده، وببدا ان انا احطه في الاكياس وافرغ منها الهواء واحطه في الفريزر. طول ما هو موجود في الفريزر خلاص مبقاش ناعي هم بقى. العيش على الفطار على العشاء موجود عندي كيس في الفريزر. حتى لو مفيش اكل وعايزين نقضيها باي حاجه، اي اكل شعبيه، مش بستغنى عن العيش فيها. تعالوا بقى للفكرة التانية وهي فكرة عمل البقسماط الناعم في البيت. طبعا احنا في ايام دراسة كلنا بيتبقى مننا بواقي العيش الفينو، مثلا بواقي توست انت عاملاه، بواقي قرص، بس ما تكونش طبعا محشيه. اي البواقي دي كلها ما ترميهاش. البواقي مثلا عندك واحده مثلا ما اتاكلتش، نص رغيف باقي، انا بجمع بقى كل البواقي دي كلها وبحطها في كيس او بتخصص لها كيس او علبه في الفريزر وبتشيليها طول الشهر. تفضلي بقى تحوشي اي بواقي عندك بتطلع. واجي بقى على اخر الشهر خالص ابدا ان انا احطهم في صينيه وادخلهم الفرن على درجه حراره، اوطي الفرن خالص واسيبها لحد ما الصينيه كل اللي فيها ينشف تماما. زي ما سمعت لكم صوت الحاجات كده بعد ما نشفتها في الفرن، البواقي بتاعه العيش دي. وبعدين باخده بضربه في الكبه وانعمه خالص. وانا كده عملت بقسماط ناعم في البيت. لو انت عايزه تبهريه بالبهارات ماشي بهاريه، انا ما بهرتوش ولا حاجه. انا خدته نعمته في الكبه كويس جدا، وجبت برطمان ازاز نضيف يكون ناشف خالص، وفضيت كل الكميه بتاعتي فيه وخدته كده. مش بحطه في دولاب المطبخ، بحطه على باب التلاجة كده من تحت، لان هو ما شاء الله كان برطمان كبير مليان. بينفعني بقى طول الشهر بقى في عمل بانيه، عمل البفتيك الكداب، عايزه ازود بيه، عايزه اربط بيه المكونات مع بعض. طبعا بينفع جدا، مفيش غنى عن البقسماط الناعم في البيت. وعملته من البواقي بدل ما تترمي حرام. الفكرة التالتة بقى معايا هي ان انا اعمل اي نوع من المصنعات المنزلية في البيت. هتعملي بقى بانيه، هتعملي بفتيك كداب، هتعملي ناجتس، هتعملي ستريبس، اي حاجة من الحاجات اللي انت ممكن تعمليها على حسب ما اسرتك بتحب او شوفي ولادك بيفضلوا ايه. وهتعملي لك كده طبق في اول الشهر وتتبليه وتجهزيه وكل حاجة زي ما هعمل دلوقتي قدام حضراتكم. هعمل دلوقتي معاكم البانيه بطريقة اقتصادية جدا.
انا كان عندي هنا طبق كده صغير فيه كام قطعه من البانيه، وما كنت بخلي الفرخه فطلع منها البواقي دي اللي مش منتظمه قوي، فقطعتها كده زي الشاورما. فقلت يا اما هعملها شاورما يا اما هضربها في الكبه كده واعملها بانيه بشكل اقتصادي. زودت كميتها بايه؟ ببطاطس. جبت بطاطسايه، اصغر بطاطسايه عندي، وسلقتها، وبدات كده ان انا اهرسها بالشوكه. مش ما هرستهاش خالص خالص في الكبه علشان ما تمطش مني، هرستها بالشوكه. وكمان جبت بقى في الكبه بصلايه متوسطه، وضفت عليها البانيه بتاعي، قطعتين البانيه اللي انا مقطعاهم طبعا كده زي الشاورما عشان يبقوا سهلين الضرب جدا معايا كده في الكبه. وبعدين حطيت عليهم كمان معلقتين كبار من البقسماط الناعم عشان يربط المكونات كلها مع بعض. ضربتهم كويس جدا في الكبه. وبعدين نزلت عليهم بالبطاطسايه اللي هي المسلوقه. ما نزلتش البطاطسايه، ما حطيتهاش في الكبه خالص، لانك لو حطيتي البطاطس المسلوقه في الكبه هتمط منك. بس كده. هبدا بقى كده دلوقتي ان انا احط لها البهارات بتاعتها: ملح وفلفل اسود وبابريكا وكاري وكركم. اي بهارات فراخ انت بتفضليها وبتحطيها على اي فراخ هتحطيها في الوصفه دي. وهنبدا كده مع بعض ان احنا نقلب كل المكونات دي كلها مع بعض لحد ما تديني عجينه. هي ما شاء الله طلعت متماسكه معايا، ما كانتش بتلزق خالص. طب لو حسيتي ان هي بتلزق معاكي سنه، هتدهني ايديكي دهنه كده خفيفه من الزيت، وبعدين تبداي ان انت تشكليها ومن غير ما احطها في بيض ولا بقسماط ولا اي حاجه. انا هشكلها على شكل شرايح كده من البانيه، وهبدا كده ان انا اجهزها ما بين كل واحده والتانيه كده. هعمل طبعا هحط كيس تلاجة علشان ما يلزقوش في بعض. وعملت طبق محترم كده من البانيه، عملته بطريقه اقتصاديه جدا. بشيل طبعا الطبق ده عندي، بلبسه طبعا كيس كده واشيله عندي في الفريزر. يوم انا مش قادره اعمل اكل هجيبه مع شويه صلصه كده على شويه مكرونه مسلوقه. خلاص انا كده قضيت الدنيا وعملت طبق بانيه محترم وغدوه كويسه. من الحاجات كمان برضو اللي بتنفع جدا جدا في الفريزر، وبحب جدا انها تكون موجوده عندي في اول الشهر، هي اللحمه المفرومه المعصجه. من الافكار الموفره جدا جدا اللي انت ممكن توفري بيها في الميزانيه هي اللحمه المفرومه. بجيب اللحمه المفرومه ايا كان بقى اللي انت هتجيبيه، عايزه تجيبي نص كيلو، عايزه تجيبي كيلو، على حسب الميزانيه بتاعتك. بجيبه اللحمه المفرومه، بجيب الكيلو مثلا وبزود الكميه بتاعته بالخضار. يعني هتجيبي بصله كبيره تفرميها في الكبه، هتجيبي فلفل اخضر، ممكن كمان تجيبي جزر وتفرميه. الحاجات دي كلها بتزود القيمه الغذائيه للحمه المفرومه، وكمان بتزود لك كمان بتضاعف لك الكميه بتاعه اللحمه المفرومه بس بشكل صحي. بعد ما بعصق بقى اللحمه المفرومه بعبيها واسيبها تبرد خالص كده، بعبيها في العلب زي ما حضراتكم شايفين. العلب دي بتكون منقذه بالنسبه لي، وهي فعلا من اساسيات اول الشهر ومن الحاجات المهمه جدا. الفكرة اللي بعد كده بقى معايا هي فكرة خاصة بالمخلل. بحب جدا اعمل المخلل في البيت. ودلوقتي عشان تعمل مخلل في البيت مش هيكلفك اي حاجة، لان الخضار او الموسم الايام دي بتاع اللفت على حسب المكان اللي انت موجودة فيه. فهو من الحاجات اللي انت ممكن تعمليها في البيت، هتوفر معاكي جدا في الميزانية، وكمان هتريحك طول الشهر من ان انت دايما عايزة تحطي اي حاجة تكون حادقة على الاكل. من الافكار الاساسيه كمان والحاجات اللي بحب انها تكون موجوده عندي في الفريزر وبعمل حسابها بدايه من اول الشهر هي القشطه بتاعت وش اللبن. يعني مثلا لو انت بتجيبي 2 او 3 كيلو لبن في الاسبوع، فخليهم لبن يكون لبن سايب، بلاش ابدا لبن المعلبات ده. هتجيبيهم على بعض وتغليهم، وبعد ما يبردوا خالص بتدخليهم في التلاجة. بيعملوا وش، انت بتبداي انت تشيلي الوش ده بتجمعيه في علبه. بتجيبي بقى العلبه تضربيها بعد ما العلبه بتتملى خلاص بوش اللبن، يبقى عندك قشطه بلدي محترمه. هتجيبيها وتضربيها كده بالمضرب، او هتضربيها على ايديك كتير كتير لحد ما تنزل الميه بتاعتها، وبعدين تبداي ترفعيها على النار على درجه حراره يعني تكون وسط، بلاش تكون عاليه علشان ما تتحرقش منك. توطي النار عليها خالص، وتبداي ان انت تسيبيها لحد ما تاخد وتدي مع نفسها، وتفصل السمنه بتاعتها. هتلاقيها عملت معاكي سمنه حلوه جدا. وهتعمل كمان مرته. المرته دي ممكن ان انت تستخدميها في طريقه عمل جبنه كريمي، هتعمل معاكي احلى جبنه كريمي. وهسيب لكم الفيديو ان شاء الله بالتفصيل في القناه. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تستفادوا منه ويعجبكم. ودي من الحاجات اللي حبيت ان انا افكركم بيها، لازم نعمل حسابها في اول الشهر. انت لو حوشتي القشطه بتاعت وش اللبن من هنا لحد قبل رمضان ان شاء الله هتعمل معاكي كميه كويسه، تقدري ان انت تعملي بيها كميه كويسه من السمنه على رمضان ان شاء الله على خير.
بس هي دي كانت الافكار اللي حبيت ان انا اشاركها معاكم. الافكار الاساسيه اللي احنا ممكن نستفاد منها او ممكن نعملها في اول الشهر هتنفعنا ان شاء الله باذن الله على اخر الشهر. وده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بفكره بسيطه بس واحده بس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.